السوداني. أسمع ماذا قالت صديقة الحرب الشاعرة التونسية صفاء فيتوري عن السودان. من أرض الخضراء تونس إلى السودان أرض الأسود، من قلبي سلام يا شعب الخلود. أنتم أبناء النيل، أنتم الجنود، فلا تيأسوا إن الله في الوجود. سيأتي يوم النصر، سيأتي ذلك اليوم الموعود، بإذن من الله السودان يعود، ويعم الأمال فيه وتمحى القيود، وتستقبل الخرطوم أهلها بالورود، ونسمع زغاريت درمان من وراء الحدود، ونرى الخضراء بحري بالخير تعود، كما قال لكم الحوت أبقوا الصمود. أنتم من زرعتم للطيبة رمزا، وكل العرب بكم اعتزا، وقلوبنا بفرح نصركم يهتزا. فافتخروا أنتم أبناء عزة، سيشهد التاريخ نصركم وتدون الصفحات. أنتم أسود الغابة أنهيتم المأساة، فنأتي لكم زيارة ونأكل من الخيرات، ونعيش التقاليد والعادات، ونستمتع باختلاف الثقافات. ويدهشني الجمال فيها، ومن الثقافة زدني فأبتسم أنا في ودمدني. حبي لكم قد ألهمني أن أكتب لكم وهذا يسعدني، فالسودان حبيبنا، وكما هو وطنكم فهو وطننا.